السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم بحلقة جديدة من مسلسل سلافع إيمينو، وبطلها هذه المرة جعس الكيبوب غيث. قبل أن نبدأ أود أن أذكركم بأن هذه الحلقة برعاية غيث. هذا لا أحد يعرف عنه الكثير، كل ما نعرف عنه أنه سيمب مطي وناعم، والكارثة أنه كيبوبي. تخيل عزيزي المشاهد أن تكون مكانه، كل هذه الصفات فيك وفوق ذلك تكون كيبوبي، كيف سيكون حالك؟ أما الآن فأترككم مع ردة فعل الطعس صبوا على الحلقة السابقة ورد الجعس غيث عليها. بغى يقرصني. ايوه بس كنت حنقذك. والله كنت راح انقذك. عزيزي المشاهد، عليك أن توقف مقطع الفيديو لدقيقتين وتقوم بالصلاة ركعتين شكرا لله أنه لم يجعلك مثل غيث. الآن بعضكم يتساءل ما هو دواء هذه الكائنات الغريبة التي تستمر بالظهور مثل السمب غيث؟ إن سألتموني فهذا هو الدواء المناسب. الخيزران هو دواء فعال لهذه الأشكال. أتمنى أن يصل هذا الفيديو لولي أمر غيث ليقوم بتجربة الدواء ويرى مفعوله. إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية الحلقة، نراكم في الحلقات الأخرى.